الدراجي او عودة الرامو. الدراجي يبقى قلت لك بيكاسو، يبقى الصانع الفارق، يبقى الذي يحدث الفوارق، يبقى لاعب من الخوارق في هذه الفترة من السيزون. اذا ركلة جزاء موجودة صحيحة، الترجي يستفيد في اول 8 دقائق. شوف الدراجي الانطلاقة، يخرج له حجاوي، ما فيش كلام، بينالتي صحيحة موجودة صفرها المصري عصام عبد الفتاح. كل مباراة وظروفها، كل لقاء وحساباته. بينالتي لفريق الترجي، لن يكون مايكل الرامو. من سيسدد؟ زين العابدين السويسي، منعرج اول للنسخة الثانية من السيمي فاينل. يتقدم السويسي ويسجل، يتقدم ويسجل والاهداف. تتغير المعادلة والنتيجة والترتيبات. 1-0 للترجي التونسي، هدف زين العابدين السويسي. الترجي ضيع في اخر 3 ماتشات ركلتي جزاء، واحدة من الرامو ضد السيابي نادي البنزرتي، والثانية في المرسى كان ممكن تكون مصيرية. الرامو دراجي خطيرة جدا، دراجي خرج كرة بوعاسي، وجدي بوعاسي خرج، بوعاسي سدد والهدف الثاني. الهدف الثاني وجدي بوعاسي، وجدي بوعاسي المنقذ، وجدي بوعاسي الرائع، وجدي بوعاسي الملهم. خلاص يقول الترجي في النهائي تقريبا نفس السيناريو الواك البارح في اخر دقائق. الوداد يسجل الثاني بكونتر اتاك، والترجي اليوم بكونتر اتاك، نتيجة تقدم استايفية للتعادل. اذا النهائي العربي سيكون 9 ماي في كازابلانكا ضد الوداد للترجي، ولقاء رادس 21 ماي سيكون بين الترجي والوداد البيضاوي. اذا هكذا اختارت الكرة العربية هذا العام، هكذا اختار دوري ابطال العرب هذا الموسم. اختار المكشخة ووداد الامة من اجل ليسيال للقب الاول لهذا ولذاك. اذا